السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الإخوان جبت لكم الترتيب ديال الفيفا الأخر بعد الماتش ديال المنتخب المغربي وبلجيكا، وجبت لكم كذلك الرسالة ديال الأم ديال الوالد الركراكي للمنتخب المغربي. بلا ما نطول عليكم الإخوان ندخلوا ديريكت في التفاصيل. كما كتشوفوا الإخوان في الصورة، بعد ما ربحنا بلجيكا هبطات للمركز الثالث وتنقصت لها 29 نقطة، وارتقات فرنسا للمركز الثاني خلف البرازيل اللي هي في المركز الأول. اما اللي كيهمنا حنا اللي هو المنتخب المغربي فحاليا بعد الماتش زادته 41 نقطه وارتقى للمركز 18 اللي هو الاول افريقيا. وبالنسبه للاخوان الماتش ديال كندا راه خاصنا نربحوه باش ما يتنقصوش لينا النقاط، حيت راه تحت منا في الترتيب، داكشي خاصنا نربحوه، ما خاصناش نتعادلوا معاه. التعادل على الاقل غادي يخصم لنا 2 نقاط، ولكن الرباح يقدر يزيدنا واحد 6 نقاط ولا 7 نقاط نقدروا نرتكبوا بهم المركز 18. دابا الاخوان نخليكم مع شنو قالت الوالده ديال الوالد الكراكي في هذا التصريحات. عشت واحد الفرحة ما نقولكش كيفاش دايرة. الدموع عاودوا من عيني. كنت فرحانة بزاف. فرحة كبيرة كبيرة على المنتخب وعلى كل شيء، الناس اللي جاو باش ساندوا وليد والدراري اللي معاه، وتمنيت لهم كل فرحة ان شاء الله يبقاو دائما فرحانين، وحتى حنا نفرحوا معاهم، والجمهور المغربي كله يفرح، واللي كيلعب هاد الشيء ديال هاد الرياضه هادي كلشي يكونوا فرحانين حتى هما معانا. وكنطلب لهم ان شاء الله يزيدوا لقدام، وربي يعطيهم النجاح ديالهم. كاملين يا ربي يعاونكم ويعاون كاع الوليدات كاملين، ويحفظ العائلات كاملين ديال الوليدات، وان شاء الله نطلبوا معاهم غير يزيدوا وسير كما كيقول لها هو سير. ولد ظريف، ولد قلبه كبير، ولد فيه الحنان، ولد ما فيش تكبر، ولد كيفهم الانسان كله، كيمشي مع الانسانيه، فهمتي؟ ماشي كيفضل واحد على واحد، عنده الناس كل شيء كيف فهمتيني. وكيطلب النجاح، كيف نجح هو ينجحوا حتى الدراري كاملين، سواء في الكره سواء في حاجات اخرين. اللي دار برضات الوالدين راه كل نهار وكل يوم الله كيعاونو، ورضات الوالدين هي كل شيء في الدنيا.